بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا درس من دروس دورة الكمان، بناء على طلب بعض الجماعة يعني الأصدقاء، يقول احنا ما نعرف البوزيشن وبلكت يعني كم تمرين على البوزيشن نتعلم، ما نندل النغمات. فاليوم تمريننا هو على بدايات البوزيشن وشلون نستخرج النغمات في عالزند بالبوزيشن. فطبعا اليوم هو النغمات الطبيعية فقط، وبعدين نجي للبيمول والديز والكار شلون نطلعها. فتمرين اليوم هو على النغمات الطبيعية على البوزيشن. طبعا حبيت انه اسوي التمرين او درس اليوم بهذه كمان اللي صنعها احدث كمان واخر كمان صنعها الاخ رياض الفؤادي، وهي كمان طبعا ممتازة والله. شوف كمان جيدة وصوتها جيد، شكلها يعني وضعيتها كمان تضاهي الألماني هذه الكمان. شوف كماناتها الأخ رياض إنه تمتاز بوجود دمارات جميلة بالخشب. طبعا هذا الخشب ألماني هو. شوف هذه تمتاز بدمارات جميلة، يعني الصناعة اليدوية أجمل وأفضل من صناعة المعامل، لأنه يعني الحرفة اليدوية دائما بها اتقان أفضل للشغلات الفنية، سواء بالعود سواء بالكمان أو حتى بالسجاد. هسه الصناعات اليدوية أفضل من المعمل. فالمهم هذه كمان آخر كمان صنعها الأخ رياض الفؤادي وعرضها جابها. طبعا هو كل ما يصنع كمان يجيبها أشوفها، فحبيت أنه أسوي بها درس اليوم. فنشوف أول مرة صوتها يعني قرار جميل وجواب أيضا جميل. طبعا كمان ممتازة وهذا صوتها. طبعا اللي يحب يشتري ويتصل بالأخ رياض، لأنه هاي أحدث يعني صار لها يومين من كملت، وبعد تحتاج يعني عزف وتحتاج، وهي صوتها لا فلتر لا على الهواء وتسجيل موبايل. وتعذرون على تسجيل طبعا الصورة، البعض يقول غير واضحة. لا اخوان ما عندنا إمكانية، وتسجيل موبايل ونبث للأحسن من الماكو. فنرجع درس اليوم. درس اليوم هو البوزيشن. مرحلة البوزيشن تبدي منا هذا الدو. شوف هو نفسه هذا الدو، واضح؟ هذا الدو هو نفسه هذا الدو. فهنا ايش راح تصعد سلم؟ عندنا صعود نوعين، دو ري مي فا صو ولا. هسه من اخذت اللا بالاصبع الرابع؟ عندي صعود نوعين، نوع مرة استخدم الاصبع الثاني بالسي حتى اكمل سي. شوف دو سي دو، كمل سلم. هسه دو ري مي فا صول لا سي دو. شوف هذا هسه صعدت بوزيشن. وعندي صعود آخر أبدي دو ري مي فا صول، ما أخذ لا صول، لا راح أخذها بالأصبع الأول صول لا سي دو. شوف دو يعني دو ري مي فا
هذا صعود. وقلنا هذا من توصل لا سي دو أيضا صعود، هذا صعود. ونفس الشيء على الجواب أيضا. شوف دو ري مي فا صول لا. شوف وصلت لا، اخذ اصبع ثاني سي دو ومرة ثانية دو ري مي فا صول لا. شوف بالاصبع الاول سي دو، واضح؟ والرجوع دو سي لا صول فا مي ري دو. فراح يصير عندك صعود وهبوط هالشكل. هاي مرة تتمرن عليها، ومرة ثانية الرجوع بالعكس يصير راح تصعد. ارجع دو سي لا، ما اخذ الصول هنا، دو سي لا اخذ الصول هنا. شوف هذا الصول بالاصبع الرابع، فا شوية مسافة، فا بالاصبع الثالث مي ري دو. يعني السلم بالبوزيشن يصير من هاي الدو، دو ري مي فا صول لا سي دو، دو سي لا صول فا مي ري دو. هذا التمرين تاخذه يعني تبدي كأنه بدأت من هذا دو ري مي. شوف هي نفسها، شوف الري هاي هي نفسها وتر مطلق، واضح؟ هاي دو ري مي فا صول، نفس هاي دو ري مي فا صول، بس احنا اخذتها من هذا مي فا صول. ولا هاي من وصل الصول، هسه انا اخذت الصول من هذا. هذا النغمات الطبيعية على البوزيشن، واضحة؟ يعني ممكن تتمرن هسه التمرين هذا دو ري مي فا صول لا سي دو، وتستمر هذا اوكتاف ثاني تستمر دو ري مي فا صول لا سي دو. شوف دو اصبع الثالث على وتر الري، ري على وتر الصول، ري بالاصبع الاول، وعندك مي اصبع الثاني، وفا اصبع الثالث، وصول اصبع الرابع، ولا اصبع اول، سي اصبع ثالث، ودو اصبع رابع، عفوا ثالث. وهذا الري. هاي الري دو سي لا صول فا مي ري دو. هذا يعني تتعود على هذا الصعود والهبوط. وتمرين آخر أيضا تاخذ دو مي ري فا بالإصبع الثالث، مي صول إصبع الرابع، وفا لا، وصول سي، ولا دو، وترجع دو لا سي صول. شوف اترك لا سي صول، ارجع لا فا صول مي فا ري مي دو. تمرن عليه دو مي. هذا تمرينين هسه ذني تتعود تندل البوزيشن، يعني النغمات وين تصير. تبدي منها هذا سلم دو، وبعدين تبدي من دو وترجع دو سي لا صول فا مي ري دو، دو سي لا صول فا مي ري دو. هذه نغمات الطبيعية على البوزيشن. بعد ما تتمرن عليها وتتعود عليها، تصعد سلم وتنزل وترجع، تاخذ هذا التمرين. هذا التمرين في لك البوزيشن. شوف تاخذ شلون يصير التمرين. شوف صول دو مي صول دو، راسا من صول زحفة
دو سي لا سي دو. هاي الجملة الأولى أعيدها. هذا الجملة الأولى. الجملة الثانية راح تصير صو سي ري فا. شوف صو فا تسحب سي، لا صو لا سي. واضح؟ فهاي جملتين هسه من التمرين. من توصل هنا سي راح يصير عندك رجوع دو سي لا صو لا صو فا مي ري دو، وتصعد دو ري مي فا صو لا سي دو، وترجع دو سي لا. بس هالمرة الرجوع مو من هنا، الرجوع دو سي لا صو فا مي ري دو، وتصعد دو ري مي فا صو لا سي دو سي لا صو فا مي ري دو. هذا هو التمرين هسه بشكل، وتحاول انه تسويه بشكل مستمر. هذا هو التمرين يصير بهذه الصيغة تتمرن عليه، وتمرين بداية البوزيشن، وبعدين تجي تمارين كثيرة إن شاء الله. هذا ينتهي درس اليوم. طبعا هذا يحتاج منك وقت، يعني يحتاج أقل شيء 7 أيام 8 أيام تمارس ذن التمارين. أول مرة سلم تمشي، وبعدين تمشي سلم بين حرف وحرف دو مي، تمشي بين حرف وحرف دو مي دو مي ري فا مي صو. شوف دو وترجع، وبعدين هذا هو التمرين. بس تاخذ جمل ذني قبل التمرين، يعني صول دو مي صول دو سي لا سي دو. واضح؟ فتحاول مستمر. هذا هو التمرين، ونتمنى أنه تمت الاستفادة من درس اليوم، وإلى اللقاء في دروس قادمة وتمارين أخرى إن شاء الله. مع السلامة.